ينصح بعدم متابعتها من طرف الأطفال. أعيد: هذه الحلقة تتضمن مقاطع وشهادات لا تناسب الجمهور الناشئ، ينصح بعدم متابعتها من طرف الأطفال. ملف هذه الليلة سادتي أثار ضجة إعلامية وزوبعة في المجتمع، سواء يعني الصحافة المرئية، المكتوبة، المسموعة، الإلكترونية، الكل تحدث عن الاعتداء الذي تعرض له مثلي فاس بطريقة همجية، بطريقة غير مقبولة، بطريقة فيها الكثير من الكراهية وفيها الكثير من العدوانية. تعرض هذا المواطن لاعتداء شنيع. نحن لا نناقش الآن يعني الميولات ديالو لأنها واضحة وهو يعترف بها، ولكن سنناقش هذه القضية في هذه الخرجة الإعلامية الحصرية للإذاعة. سنستضيف مثلي فاس. تعليقاتكم على صفحة البرنامج بصراحة راديو بلوس ولا أدب راديو بلوس. نرحب بكل الآراء، قد نختلف ولكن كما قلت لا يجب أن ننفي بعضنا البعض. احنا جبناه في هذه الحلقة هذه باش نسمعوا الحقيقة منه عوض هذه الإشاعات اللي كاينة في هذه القضية هذه، وباش نوضحوا مسألة أساسية على أننا نعيش في دولة الحق والقانون، وعلى أننا نعيش في دولة المؤسسات، بمعنى أن في حالة وجود خرق أو الاعتداء في أي منحى من مناحي حياتنا ومجتمعنا يجب أن نلتجئ إلى المؤسسات اللي هي الفيصل، وهي المنظمة لعلاقات الأفراد بعضهم البعض في إطار القانون وتطبيق القانون على الجميع. أما أن نقوم بالقصاص بأنفسنا ونتعداو على الناس بشكل فردي بدعوى أننا حنا رحنا نحارب شيء أو لا ضد شيء أو لا ما كيعجبناش يعني شي حاجة، فهذه مسألة ستوقعنا في الفوضى وستوقعنا في الفتنة، وهي فتنة ستخلق الكثير من المشاكل. قليلا من ضبط النفس، نخليو القانون ياخذ المجرى ديالو، نخليو المجتمع ديالنا كيعيش هذا الأمن وهذا الأمان. لا داعي لهذه النعرات اللي كاينه في البعض واللي غتجر علينا مشاكل كبيره احنا في غنى عليها. نحن نؤمن بأننا أناس يعيشون في دولة اسمها دولة المؤسسات، يحترم فيها القانون ويطبق فيها القانون، ولا حق لأي كان كيف ما كان أنه ينصب نفسه مكان هذه المؤسسات ويقوم بعملها في تحد سافر لاختيار المغاربة اللي اختاروا دولة ومجتمع منفتح على كل الثقافات، مجتمع يؤمن بالقانون وبالمؤسسات. الله يخليكم، قليلا من ضبط النفس. هذه الحلقة سنفتح فيها نقاش طويل مع هذا المثلي الجنسي اللي تعرض للاعتداء. غنضرب فيها على بزاف ديال الامور، غادي نكونوا حنا هما نتوما غنسولوا دوك الاسئله اللي كتدور في راسكم، غادي نسولوها ليه اليوم وغادي يجاوبنا بصراحه في برنامج بصراحه بعد هذا الاختيار الغنائي. ابقوا معنا. نعود لنواصل دائما برنامج بصراحة رفقة مستمعينا ومستمعاتنا، ودائما الحديث عن الاعتداء الذي تعرض له مثلي فاس على يد مجموعة من المواطنين. من أجل توضيح الصورة أكثر وتقريبكم أكثر مستمعي الأفاضل من حقيقة ما جرى لهذا المواطن، في نهاية المطاف احنا مواطنين أبناء هذا الوطن هذا ولاد هذه البلاد هذه، من أجل الوقوف على حقيقة ما وقع في الاعتداء ديال مدينة فاس، والذي شاهدته كما قلت أكثر من مرة،
وتأسفت لهذا العنف الذي مورس بشكل همجي وغير مقبول بتاتا على هاد السيد هذا. بغينا نصادفوه لسبب واحد، وأنه كثرت الإشاعات وكثرت الهضرة. بغينا نجيبوه في أول خرجة على الراديو، في أول خرجة إعلامية على الراديو، باش يهضر ويعاود لنا أشنو وقع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك. أهلا. أنت الآن المغاربة كيسمعوك في هذا البرنامج هذا ديال بصراحة، واستضفناك لأن الإشاعات كثروا في هذا الموضوع ديالك وكثروا التدخلات. نبغيك تعاود لي أشنو وقع هذاك النهار من الأول حتى الآخر، كيفاش عشتي هذيك يعني الحالة، وكيفاش يعني شفتي راسك يعني أنقذت من الموت يعني بأعجوبة. لأنه اللي شاف هذيك الحالة الكل يعني قال في التعليقات على الفيسبوك بأنه هذا السيد هذا نجا بأعجوبة. عاود لنا بالضبط أشنو وقع في هذيك العشية. أنا خرجت القهوة معايا من وقت مرة الفطور مع 9 ديال الليل. خرجت مشيت قهويت. فاش خرجت شديت طاكسي. ايوا ركبت في الطاكسي، قلت له ديني واحد البلاصة. بلاصة بعيدة شوية. قال لي مول الطاكسي ما نديكش. بقينا كنزايدو في الهضرة. هو دارنا فيه مول الطاكسي انه صفار. انا ما درت ما جبت، شيرت الطاكسي ركبت. لا واش طاكسي كبير ولا صغير؟ لا طاكسي صغير. طاكسي صغير. كانوا معايا جوج ديال صحابي. انا ركبت اللور وهو ركب. انا ركبت اللور مع صاحبي، وصاحبي الاخر ركب قدامي. ايوا ما بغاش يدينا لديك البلاصه. صاحبي بقى كيتغنى مع مول الطاكسي، قال له ضروري تدينا لديك البلاصه علاش انت طاكسي. بقى كيتزايد هو وياه في الهضره، كيدب معانا. انا نزلت من الطاكسي مشيت عندي حدا الدجاجه باش غادي نمشي لطاكسي اخر. قلت له صافي خويا سمح لي. هو لقى الفرصه انني هز في يدي جوج ديال التليفونات، الاس 3 والاس 4. جوج ديال التليفونات وقسطان عامر بفلوس. لقى الفرصه كيخطفوا صحابي مازال راكبين في الطاكسي. باش يلقى الفرصه انه يهرب جمع عليا الجوقه، بقى كيقول ميتلي ميتلي ميتلي. تيقولها بالدارجه. صحابي شافوا ديك. لا قالها بالدارجه. بالدارجه. راك عارفها بلا ما نقولها، كلمه خايبه. ايوه صافي صحابي هربوا، بقيت انا جاو عندي ديك الشيء كامل ديال الدراري. ما صافي تفاشيت كلهم، كل واحد شنو كيقول. انا شديت طاكسي اخر هو اللي بان لكم في الفيديو اللي مشى. ايوا من ديك الساعات من ركبت انا في ديك الطاكسي، كل شيء تجوق على ديك الطاكسي، وكل شيء باغي يضربني، كل شيء باغي يقمعني، كل شيء كيسبني. ما فهمتش. انا ما اديت حتى واحد فيهم، ما هضرت مع حتى واحد. علاش يديروا لي ديك الشوهه كامله ويصوروني فيديو ويضربوني ديك الضرب كامل؟ مو الطاكسي الثاني اللي ركبت معاه بغى يساعدني يهرب بيا من ديك الجوقه كامله. ما فهمتش كي دار. كيقولوا لي لما نزلت هذا بنادم من الطاكسي نضربوه وناخذ. بقاو كيقولوا الله اكبر الله اكبر، كيضربوه زعما داعش، ديك الشيء ديال داعش. ما فهمتش انا ديك الشيء اللي داروا لي. واش انا ماشي بنادم؟ ما فهمتش انا هذا الشيء اللي داروا لي. واخا هذا الاعتداء اللي وقع عليك كانوا معك صحابك فين مشاو ديك الساعه؟ صحابي هربوا، ما يمكنش يبقاو معايا، اللهم واحد ولا ثلاثه ديالنا. حتى هما مثليين. حتى هما مثليين. كنتوا غاديين خارجين تشربوا قهوه بعضياتكم، خديتوا الطاكسي. الطاكسي ما بغاش يركبكم، يعني سبب المشكل كامل هو مول الطاكسي. هو مول الطاكسي هو اصلا السبب الاول اللي دفع عنهم يتجمعوا عليا. يعني وهذا الشيء راه ما كيوقع لناش في اول مره، كيوقع لنا بزاف ديال المرات. وديما كنتعرضوا لاعتداءات، وديما كنتعرضوا للقمع، وديما كيحترموناش. حنا ما كنجبدوا حتى واحد وما كنهضروا مع حتى واحد علاش كيديروا لنا هكا. طيب حنا هذا الشيء فينا من صغرنا، ما فهمتش علاش كيديروا لنا هكا. حنا ما نكرهوش حتى حنا نتعالجوا حتى حنايا. نعم ما سمعتكش مزيان. شنو قلتي لي؟ قلت لك ما كرهناش حنا يعطيونا المساعده اننا نتعالجوا عاديا. علاش كيقمعونا؟ يعني انت وحنا هذا الشيء فينا، حنا هذا الشيء فينا من صغرنا ماشي عاد. واخا غير باش نمشيو وحده بوحده انا وياك باش المغاربه يفهموا المشكل ديالك. خرجتي انت وصحابك باش تشربوا قهوه، مول الطاكسي خدالك التليفونات، بدا كيعيط مثلي 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 مثلي. جاو الناس اجتمعوا عليكم.
يتجمعوا عليكم الناس، يعني واش مباشره بداو كيضربوا فيك؟ كيفاش ضربوك؟ دخلتي معاهم في النقاش؟ كيسبوا كما شفتوا في الفيديو. لا كيسبوا باغيين يخرجوني من الطاكسي بزاف. انا خفت على مول الطاكسي، ان الطاكسي ديالو ترشك، بقاو كيهددوا مول الطاكسي كيقولوا لي لا ما خرجش الطاكسي ديالك غنقلبوه. انا سلمت وخرجت، ما عندي ما ندير، بغيت نهرب نقاول شحال قدك تقاوم ديك البشر كله. بغيت تهرب منهم، يعني اللي كيشوف الفيديو نهرب منهم، ندير شي حل، كنتسنى شي راجل شرطه، شي واحد يتعاون معايا، كلشي حتى واحد ما لقى بيدي، كلشي كيتفرج، كلشي كيشوف البوليس شافوني ضربوا الدوره. ما فهمتش انا علاش ما كاينش البوليس في هذا المخزن في هذا البلاد. هذاك الاعتداء، واحد الحدث واقع في السنتر فيل، اللي ماشي شي درب ولا شي خومه اللي بعيده، انا هاد السنتر فيل عامر والبشر كله وما يجيوش يساعدوني. واخا هذا الاعتداء اللي تعرضتي ليه، يعني بداو الضرب مباشره من هبطتي من الطاكسي؟ انا كنت شفت الفيديوهات اللي تلاحوا في السيت وفي الواتساب في كل شيء، في اي بلاصه حنا بغيناك تعاود لينا انت، خلي الفيديوهات، بغيناك تعاود لنا انت هذيك التجربه اللي عشتي كيفاش عشتيها. انت هبطتي من الطاكسي، غير هبطتي من الطاكسي لقيتي ناس مجوقه عليك؟ خويا اديب انا ما صافي طبت بهذا الموضوع، ما نقدرش نوصلك، ما بقيتش كنقدر نعاود داك الشيء، انا مرضت نفسيا، ما بقيتش كنقد نهضر. الفيديو ما بقيتش كنقد نشوف راسي في ديك الحاله. نعم. شنو اللي خلاهم يضربوك بديك الطريقه؟ واش لباسك؟ لباسي كان عادي، الصحافه جابوا فيه واستيكات كينشروا شي اخبار اللي ما كايناش. انا كنت لابس كاندورا في الابيض ديال الدراري نصكم وبالغا، شعري كان عادي، وكنت داير الكاسكيط، ومن الطاكسي هو اللي حيد لي الكاسكيط باش هما شافوا شعري وقالوا خانيت وبقاو كيضربوني كيشتموني هكاك. يعني كنت داير كاسكيطه ولابس عادي؟ كنت لابس كاندورا بالغا وداير الكاسكيط، دخلت للقهوه ما هضر معايا حتى واحد، كنت توقعت شي حاجه وقعت لي في القهوه. لانه مجموعه ديال الناس كيقولوا انه راه كان لابس غوب حقا، راه كان داير الشعر حقا، هادشي كله بغيتك تهضر عليه باش هذه دوله اسلاميه ورمضان وما يمكنليش انا نلبس ديك اللباس، وعمري فكرت انني نلبس ديك اللباس. كنت لابس كاندورا ومشيت بها عند البوليس مقطعه وراهم شافوها. يعني كنت لابس كاندورا ومول الطاكسي كاندورا بيضاء نصكم. ومول الطاكسي هو اللي حيد الكاسكيطه، هو اللي حيد. فاش انا بديت كنقاوم كنجر التليفون، شغلوني من الكاسكيط ودا لي التليفونات، هو خصو غير يدير شي سبه باش ينوض لي الشنا باش يهرب لي بالتليفونات والبسطام. مول الطاكسي دابا عارف الرقم ديالو؟ انا كل نهار كنهبط وكنصيفط واحد الصديق ديالي كيقلب على مول الطاكسي واش يتعرف عليه، ما بانش من ديك الليله ديال الحادث. قلتي للبوليس هذه القضيه ديال الطاكسي؟ قلتيها لهم ديال مول الطاكسي؟ قلت لهم هو السبب في هذا الشيء كامل. واخا انت يعني تعرضتي لاعتداء، ويعني واعتداء خايب بزاف، يعني بواحد الطريقه همجيه. انا مرضت في عقلي، مثلا كل ضربه، كل مثلا انا هادشي اللي وقع لي على هذا الشيء كامل، انا مضروب، انا مرضت في نفسي، ما بقيتش كنقد نعاود. احسن. الطبيب شنو قال لك؟ فين مضروب؟ فين عندك الضربات؟ عندي ضربه في راسي كلها زرقاء، كل الفيديو كنكون حتى بوحديتي ما فهمتش. هذا المشكل اللي وقع لك اثر لك حتى في علاقتك مع عائلتك؟ هذا المشكل اللي وقع اثر على العلاقه ديالك مع العائله ديالك؟ انت الان يعني عايش بعيد على الاسره ديالك. مع العائله، انا واحد الاخ ديالي كيقول لي، الا شافني غيذبحني، قال لهم غير نشوفو نذبحو مثلا. انا ما قادرش نرجع للدار، انا جالس غير عند واحد. يعني انت ما قادرش ترجع لداركم دابا؟ انت انا ما جالسش في دارنا، ما يمكنليش نمشي لدارنا على حساب الحومه وبزاف د الحوايج. وكتصل بالوالدين ديالك كتعيط لهم؟ ما نقدرش نعيط لهم. ما تقدرش تعيط لهم. واخا الا كانوا داركم كيستمعوا الان، شنو بغيت تقول لهم؟ شنو رسالتك لهم؟ بغيت نقول لهم انا ماشي لخاطري، انا ما كندير في هذا الشيء عندهم، انا هذا الشيء فيا من صغري. وماشي انا الاول اكسي اديب، وماشي انا اكسي اديب الاول ولا الثاني ولا الثالث، المغرب عامر بالمثليين. نعم. هاد المشكل او هاد الحاله ديال المثليه اللي انت كتعيشها حاليا، وقتاش عرفتي راسك انك مثلي؟ وقتاش؟ الا ممكن تحكي، الا ممكن تعاود لنا يعني هاد التطور اللي عرفتيه في الجسد ديالك وفي السلوكات ديالك. عقلت على راسي، الميول الجنسي ديالي للدرب. الهرمونات عندي زايده على الدرب.
يعني الهرمونات شي حوايج انا كنديرهم مع نفسي كنحس براسي انني انثى. بحالاش مثلا؟ بحال دابا نقدر الصديق ديالي نقول له يا اختي. فهمتي؟ في ممارسة الجنس ديالي كنكون بحال شي انثى. كتكون بحال شي انثى يعني في الجنس، يعني كتمارس الجنس انت بحال شي انثى. يمارس عليك الجنس بطبيعة الحال. طيب هاد السلوكات هذه يعني شفتي طبيب، حاولتي تعرف شنو عندك بالضبط او لا غير يعني اكتشفتي؟ مشيت للطبيب خسرت غير الفلوس. شنو قال لك؟ خسرت غير الفلوس بلا فائده. شنو قال لك؟ كيعطيني الدواء كنشبع غير نعاس. انا ما باغيش نعاس، باغي نحل هذا الشيء. باغي نحل هذا الشيء. هذا المشكل كما قلتي انت غير فقط الشجره التي تخفي الغابه. هاد المضايقات وهاد الاعتداءات كاينه بزاف على المثليين في مختلف مناطق المغرب، وانت ربما يعني بحكم انك عندك علاقه معهم اكيد انك يعاودوا لك على المضايقات اللي كتوقع لهم مع الناس. كنتعرضوا للسرقات، كنتعرضوا للضرب، كنتعرضوا للجرح، كنتعرضوا للشتم، كنقمع بزاف ديال الحوايج حنا ما محترمينش في هذه البلاد. حنا حاجه بالنسبه لي كنطالبوها من هذه البلاد انهم يحترمونا كما كنحترموهم وما كنهضروا مع حتى واحد. يكونوا مثليين ولا ماشي مثليين لا اي حاجه ما قال لك ربي ما كيبغيش الحقره. يعني كل يعني نظرة المجتمع فيها الكثير من السلوكات العنيفة تجاهكم. وهذا الشيء بان في الفيديو اللي انه يعني صغير وكبير كيضربك بواحد الطريقة يعني بحال زعما يعني كبير وصحاب الحيدة. علاش ما فهمتش انا ديك الشيء؟ طيب ملي كانوا كيضربوا شنو كانوا تيقولوا؟ الله اكبر، راه كيقولوها وكيشتموا وكيسبوا في الفيديو. كيشتموا وكيسبوا في الفيديو. كيفاش تعتقتي؟ كيفاش تعتقت؟ بوليسي واحد وقف قدام واحد القيصريه وراه نذكر الاسم ديالها في الفيديو بلا ما نقولها. ايوا كندخل تما كان شرطي واحد واقف تما هو اللي نقدني وشي بعض ديال الدراري اللي الله يجازيهم بخير كون ما كانوش هما كون راني دابا راني في شي روضه ولا شي حاجه، هما اللي ساعدوني شدوا عليا الباب ديال القيصريه حتى جاو البوليس وداوني البوليس. يعني يعني كانوا مواطنين اللي تصداو للمواطنين اللي كانوا كيضربوا. كون ما كانش الشرطي ما غاديش يوقع داك الشيء كامل. نعم لان الروايه الدراري اللي ساعدوني علاش ديك الشرطيين اللي كان واقف تما، لان الروايه كتقول بانه الشرطي اللي عتقك جبد السلاح ديالو باش رجعهم البوليس الشرطي وما احترموش حتى جبد السلاح ديالو. دخلوا عليا القيصريه واخا الشرطي واقف تماك. طيب هادو اللي اعتداو عليك كتعرفهم؟ عندك علاقه بهم؟ شكون اللي تعداو عليا؟ ما كنعرف حتى شي واحد فيهم. حتى واحد فيهم ما كتعرفهم في دوك حتى واحد ما كنعرف فيهم وما تعرفت على حتى واحد، حيت داك الشيء بزاف ديك العدد كبير كما شفتوا تعرف كل شيء كيضرب كل واحد باش كيضرب. طيب الناس اللي شافوا الفيديو ايضا يعني شافوا واحد القضيه اللي استفزتهم، وانه حتى مول الطاكسي اللي بغى يعتقك المره يعني الثانيه اللي مشيتي ليه حتى هو في نهايه المطاف استسلم ونزلتي من الطاكسي. فاش شافني انا نزل هو. حتى هو كانوا غيتعداو عليه. بيان سور حيت انا ما بغيتش ننزل ما بغيتيش تنزل حيت كنت كنتسنى شي مساعده من عند الشرطه او شي حاجه توقع، شي تدخل غادي يجي غيعتقني، الطاكسي غيتحرك غيزيد بيا شي حاجه هكا، ما جات حتى شي واحد عتقني. نعم يعني الشرطي اللي استعمل السلاح ديالو الوظيفي الفردي ديالو جبدو باش يرجع هذوك يعني المواطنين اللي كانوا كيضربوا. كون كان الشرطي ما هش الفردي ديالو وكانت تدخلات ما كنظنش انهم كانوا غادي يحبسوا من الضرب فيا. نعم هذا الاعتداء عليك مباشرة بعد منه أصدر وكيل الملك بمدينة فاس أصدر بلاغ وتعليمات للنيابة العامة لمتابعة كل من ثبت تورطه في الاعتداء عليك. كيفاش استقبلتي هذا القرار ديال وكيل الملك بفاس؟ أنا كنشكرو بزاف، والحاجة اللي بقات فيا أن فاش مشيت أنا عند الشرطة ما نكذبش عليك، تصور من الوحدة ديال الليل حتى 12 ديال النهار وانا جالس في الماكينات، وراك عارف رمضان والصيام والضرب والجرح والتعذب والقمع وما مقدرش بزاف ديال الحوايج. كيفاش زعما انا كل ما يقدرش شي وحدين وشوها بزاف. انا تعقدت اخويا عادي، تعقدت في حياتي، ما بقيتش قد نخرج حتى للحانوت،
كنقولها لا غادي نخرج ما غادي يضربوني، كنكون لا كاين تفجع هكا كنوض. شحال مره كنفكر انني نشرب شي سم الموت نتاحر نتلاش ما بقاش عايشه الدنيا هذه في المغرب هذا. لا 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 هذا مشكل وقع. انت صحيح انك خصنا نحد لهذا المشكل هذا، راه ماشي انا الاول ولا الثاني اللي كنتعرض لهذا المشكل. راه بزاف ديال المثليين المغرب العالم كله فيه مثليين، ماشي انا الاول ولا انا الثاني اللي كنتعرض لهذا الحادث. طيب تعرضك لهذا الاعتداء الشنيع الخايب بزاف اكيد انه جاب تضامن ديال المثليين في مدينه فاس معاك في هذا الاعتداء اللي تعرضتي ليه. ما سمعتكش خويا عادل. قلت لك يعني هذا الاعتداء اللي تعرضتي ليه اكيد انه كان تضامن ديال المثليين صحابك في مدينه فاس اللي حتى هما ما عجبهمش الحال هذا الاعتداء اللي وقع عليك وحتى هما تضامنوا معك. ضروري غيضمنوا معايا خويا عادل. اتصلوا بك حنا بيناتنا واحد ما كيدوز واحد واخا حتى بالكلمه د الخير، حيت حنا واحد كيحب واحد. يعني كاين تضامن بيناتكم، كاين احساس ببعضياتكم. واخا غير اتصل بيا صديقي يقول لي بقيتي لاباس عليك كنتاسف لهادشي اللي وقع لك راه كتجيني قداش. طيب شكون اللي تضامن معك يعني من غير الاصدقاء ديالك اللي صديقتي كنشكرها وربي اللي عالم بيا انها اكثر من صديقتي وما دازتنيش نجلس ثاني عندها في الدار. تصور ما كنتحركش تعاملني بحال شي دريري صغير، وهذا كيزيد انني قويني. طيب ودابا هي غادي تمشي بحالها غادي تسافر وانا فين غادي نبقى فين غادي نمشي، ما يمكنليش نمشي على الدار بهذه الحاله ولا مرض نفسيا وكان شحال مره كنحاول نموت. هي ما غاديش تبقى انايا معايا ديما. طيب انا هي ما عايشه هنا عايشه في سويسرا، هي لم دابا ما يمكنلهاش تخلي دارها وبزاف ديال الحوايج. نعم يعني صديقه ديالك يعني بقيتي فيها وتضامنت معك جابتك لعندها للدار. انا من اتصلت بها وانا عند البوليس قالت لي انا جايه دابا جات عندك الصباح بكري وعاوناتني وساعدتني وجابتني معاها للدار وداتني للطبيب وبزاف د الحوايج. طيب الاسره ديالك يعني منقطع الاتصال بينك وبينهم، انت الان يعني في برنامج بصراحه على راديو بلوس كنعاود من جديد نعطيك فرصه انك توجه نداء الاسره ديالك. شنو بغيت تقول لهم الاسره ديالك لانها ما يمكنش تفوتك في هذه الظروف اللي انت كتمر منها؟ اشنو رسالتك للاسره ديالك؟ ما فهمتش اخويا يمكن درنا تخلط ديال العوام. انا ما عيط لي حتى واحد من الدار ولا العائله، ما فهمت. انا عيط لي اختي وحده هي اللي عيطات لي وكتجي مخبعه على الدار باش ما يعرفوش بها بانها جات لعندي. طيب يعني هذه المساله دي يعني مأثر عليك نفسيا بزاف؟ ما فهمتش بزاف. انا قلت لك دابا الصديقه ديالي غادي تمشي ياك فين غادي نمشي؟ انا فين غنعطي الراس نمشي للمحطات نسعى فين غنمشي؟ يقدروا انا احسن اخويا ندير شي حاله في راسي نتهنى من هذا الشيء هذا ماشي حل. هذا ماشي حل. هذا ماشي حل. انا مقدر الحاله النفسيه اللي انت فيها ومقدر الظروف اللي مرت عليك، والانسان يعني اللي كيمر بهذه الظروف هذه وكدوز عليه يعني هذه التجربه هذه المريره والصعبه اكيد انها كتضر نفسيا، خصوصا لما لقاش التضامن مع الاسره ديالو لان هي الاولى اللي خصها تحميه وهي الاولى اللي خصها تكون في جنبه وتوقف معاه. انا ايضا يعني اتمنى من الاسره ديالك انهم يتفهموا هذا الشيء اللي وقع لك. نواصل معه الحديث بعد هذا الاختيار الغنائي. ابقوا معنا. تعليقاتكم على صفحه البرنامج بالمناسبه بصراحه راديو بلوس او اديب راديو بلوس، اعطونا تعليقاتكم. هذا العنف الذي مورس على مثل فاس بهذه الطريقة الهمجية هو غير مقبول، وبلاغ وزارة العدل ووزارة الداخلية كان واضح. لا يمكن أن يحل الأفراد محل المؤسسات. وهذا الاعتداء اللي وقع في مدينة فاس الناس باغين ياخذوا شي حاجة بيديهم، باغين يردوا هذه البلاد فيها يعني كل شيء يدير شرع يديه. هذه مسألة غير مقبولة بتاتا. نخليو المؤسسات دير العمل ديالها، نخليو القانون ياخذ المجرى ديالو. حتى مواطن ما عنده الحق انه ياخذ الحق ديالو واخا يكون ديالو وتهضم فيه او لا تعرض للاعتداء فيه، ماشي من حق شي واحد انه ياخذه بيديه. هناك قانون، هناك دولة مؤسسات في هذا الوطن العزيز، هناك مجتمع يحتكم للمؤسسات، لا يعني المؤسسات يعني ديال الدولة الواضحة والبينة، البوليس او الجندارم او لا المؤسسات ديال القضاء
عندما يرى الإنسان أنه هضم في حق أو لا تعرض لاعتداء أو لا شي حاجة اللي كتمس الحقوق ديالو، هو بإمكانه أن يلتجئ إلى القضاء لأنه هو الفيصل في مثل هذه الأمور. اختيار غنائي ثم نعود نواصل برنامج بصراحة في هذه الخرجة الحصرية لمثل فاس الذي تعرض لاعتداء من طرف مجموعة من الناس بدون وجه حق. لحظات ونعود. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر، لله فهمني أنا شفته وعجبني. نعود لنواصل دائما برنامج بصراحة رفقة مستمعينا ومستمعاتنا، ودائما الحديث عن الاعتداء الذي تعرض له مثل فاس على يد مجموعة من المواطنين بدون وجه حق. أقولها وأعيدها لأننا في نهاية المطاف نحتكم للمؤسسات لأخذ حقوقنا في حالة ضياع هذه الحقوق، ولا نحتكم لنزواتنا ولا نحتكم لسلوكاتنا الفردية التي تؤثر بشكل واضح كما هو بين. يعني هذا الاعتداء اللي وقع لهذا المواطن كن مات، من سيتحمل مسؤولية الوفاة ديالو؟ لا قدر الله. ها هو الآن في حالة نفسية صعبة. المشكل دابا وقع عليه مع دارهم، احنا ولينا في مشاكل أخرى مرتبطة بهذا الاعتداء، مشاكل نفسية، اضطرابات نفسية كيعاني منها، زائد يعني الاضطرابات اللي عنده اصلا، واللي تيقول بانه حتى هو تمنى انه يتعالج ولكن ما كيمشي عند الطبيب كيعطيه غير الدواء ديال النعاس. وهذه مساله كاينه فعلا. مجموعه ديال الناس اللي عندهم هذه الميولات الجنسيه اللي كتكون بحال هكا، يعني كيمشيو عند الطبيب ولكن العلاج ديالهم تيعطيهم فقط ادويه ديال النوم، وبالتالي هذا ماشي علاج وما يمكنش يعطي نتيجه. نعود لمثل ديال فاس لنواصل معه الحديث. الآن يعني بعد هذا الاعتداء الأسرة ديالك أصبحت ترفض أنها تستقبلك، الأخ ديالك تيهدك، السيدة اللي أنت جالس معها غتقدر غدا ولا غدا تمشي في حالتها ترجع لسويسرا وغتبقى أنت ما عندك فين تنزل. أنا من جديد بغيت رسالة منك واضحة للأسرة ديالك، رسالة واضحة للأسرة ديالك اللي كتستمع لك الآن في برنامج بصراحة على راديو بلوس. تفضل. وي سي أبي، اشنو رسالتك للأسرة ديالك؟ يتعاملوا معايا، يحسوا بيا بهذا الشيء اللي بيا، وماشي غير من الأسرة ديالي، من المجتمع كامل. نعم. كتشوف أن المجتمع كامل خصو يتضامن معك؟ حتى واحد ما كيرحمنا، حتى واحد. أنا ما كنهضرش على راسي بهذا النهار هذا، كنهضر على كل شيء. حنا بغينا نعيشوا حياتنا كيما حنايا، ماشي أننا نديروا شي حوايج اللي خايبة، ولكن فهمتي بنادم ما يدخلكش في الحياة ديالك. نعم. يعني المجتمع كله كطلب أنه يخليكم تعيشوا حياتكم. كنطالبوا حقوقنا تطبق في هذه البلاد اللي هي المغرب. بغينا الحقوق ديالنا تبان. شنو نوع الحقوق اللي كطالبوا بها؟ بغيت ان حتى واحد ما يتعدى علينا، ما يسبوناش، ما يقمعوناش، حيت حنا بشر، حتى كنبقاو بنادم. نعم. مع مرور هاد الايام ديال الاعتداء، شحال دابا من نهار؟ 3 ايام دابا ياك؟ 3 ايام دابا اللي داز على الاعتداء ياك؟ 3 ايام كحله ما فيهاش الضو، مازال ما حسيتش بشي شويه ديال الضو هكا طلع فيا ولا شي تحسنت شويه، ولا صافي غير كنفكر ديك الضرب، كنفكر الفيديوهات كيوصلوني في الانترنت شي حوايج اللي انا ماشي فيا وقالوهم. نعم. هذه كيقول لك لابس صايا، كل واحد شنو كيقول. غير يعني هذه الاشاعات هي اللي كثرت في هذا المشكل هذا، يعني هذه الاشاعات اللي خرجت. الاشاعات والضرب والجرح. الطبيب شنو قال لك الطبيب؟ مازال لحد الان الطبيب قال لي ما فهمتش انا هذا الشيء هذا اللي داروا فيك هذا، واش هادو مسلمين ولا يهود ولا شنو؟ حيت داتي كلها زرقاء. الا كنتو لاحظتوا في الروبورتاج اللي درت، داتي كلها زرقاء، كلها مبوقه، راسي مريض، راسي من الداخل ديالو من الداخل ديالي كيحرقني، ما فهمتش. درتي دي راديو، درتي دي سكانير على راسك؟ مازال ما درتش والو، ما عندي فين نتحرك، انا ما عندي شكون هذا اللي غيساعدني. اتصلوا بك جمعيات اللي ساندوك في هذا الشيء هذا؟ الجمعيات كيتصلوا بك كيقولوا لك الا حاولوا انهم يتوليو يتعرضوا لك اتصل بينا. فين انا غنولي نخرج باش غيتعرضوا لي؟ يعني انت ما عنديش الوجه باش نولي نخرج اصلا. انت كطلب حاليا انه تعالج يعني بهذه الاثار ديال الضرب والاعتداء اللي تعرضتي ليه؟ حتى هو كنطالبوا. طيب هذوك اللي ضربوك تم اعتقال مجموعه منهم
وتم تحديد تم تحديد 3 هما اللي باينين. 3 ولكن تقدموا هذا النهار وما عيطوليش. علاش ما فهمتش؟ طيب هذا عمل. علاش ما عيطوليش؟ طيب هذا عمل خاص تفهم واحد القضيه، يعني انت ما تقدمتيش بشكايه باش يعيطوا لك. اللي قدمت انا بشكايه النهار اللي داوني قلت لهم انهم تعداو عليا. هي هذاك غير محضر ديال الاستماع، استمعوا لك انت باش نوضح لك. النيابه العامه هي اللي دارت المتابعه. النيابه العامه يعني بتعليمات من السيد وكيل جلاله الملك بالمحكمه، كنشكرهم هي اللي تحركات ودارت المتابعه، لان النيابه العامه يعني الحق العام بطبيعه الحال يعني عطاو التعليمات ديالهم انه تتم متابعه هادو اللي اعتدوا عليك بهذه الطريقه هذه. غير واحد الطريقه واحد القضيه بغيت نسولك عليها. هاد الناس اللي تثبت الاعتداء ديالهم عليك بهذه الطريقه هذه هما اكثر من 3 بطبيعه الحال. اكثر من اي؟ اكثر من 3 اللي ضربوك. ماشي اكثر من 3، اكثر من 300 بشر. لا ما وصلش 300. لا من هولوش. فضيحه. انا ما بقيتش ما نشد ديك الجوق. الفيديو ما فايتينش فيه الناس واحد 60 ولا 70 ديال الناس باينين. تبارك الله يعني تبارك الله. ماشي المشاركين في الضربه، المشاركين في الضربه انا شفت الفيديو اكثر من القمع حتى في الشتم. اي السب والشتم هذه كاين، يعني متفق معك، ولكن التجمهر والتجمع ديال الناس كان حوالي 70 او 80 ديال الناس ذوي الجهد، ولكن اللي كانوا كيضربوه هما 4 ولا 5 ديال الناس اللي كانوا كيضربوا كيعتدوا. بعدا موفر الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار، هذا المنبر، وربي راه عالم في هذا رمضان وهذا العواشر ان شاء الله ما تخرج له طريقه. انا بغيت واحد السؤال واضح لك. انت كتبان انك انسان متسامح، واش ممكن واحد النهار قلبي بيض وما كنجبد حتى واحد، قلبي بيض وما كنجبد حتى واحد، كنمشي حاني راسي ونجي حاني راسي، وشحال مره كنتعرض للقمع والشتم والسب وما كنجاوبش وكنحني راسي ونمشي كنسلم وكنمشي، حيت عارف حنا في هذه البلاد ما عندناش حقوق. يعني الا حاولتي انك تهضر ولا تجاوب انهم غيتعداو عليك، وماشي الاول ولا الثاني. انا ديما 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 القمع والشتم والضرب ما فهمتش، يا في مقهى يا في الشارع يا في اي بلاصه. يعني هذه الاعتداءات عليكم دائمه وماشي انا الاول ولا الثاني، راهم كيوصلوا للقتل وما كيسيقوا لهمش الخبار. انت ما يمكنش تسامح لهذو اللي اعتدوا عليك؟ ما يمكنليش نسامحهم. حيت انا اول حاجه كنفكر فيها هي الشوهه اللي داروا لي في دارنا وفي المغرب كامل، العالم كله، الخبر وصل في العالم كله. يعني كون كان وقع غير واحد المشكل وما تشوهتش فيه في هذه الفيديوهات وهذا التصاور وهذا الشيء هذا نقدر نسامحهم. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا نقدر نسامحهم كون كانوا ما كانوش الفيديوهات وهذه الشوهه هذه كامله. لأنه هذه الاعتداءات كما قلت لك كتعرضوا لها بشكل دائم، ولكن غير هذه المرة كانت بشكل جماعي. بشكل دائم كنتعرضوا للشتم والقمع والضرب. حنا بغينا حقوقنا في هذه البلاد، ما يتعداوش علينا كما ما كنتعداوش عليهم، وما يتدخلوش في الحياة الآخر. نعم. غادي نقول لك واحد القضيه يعني قريتها في مجموعه ديال التعليقات، لانه الى جانب الغاضبون ما تقراش التعليقات كلهم كيكذبوا، واكبر كذابين هما التعليقات. خصو غير باش يقبض الفلوس وباش ينشر الخبر بواحد الاحداث اللي هي ما كايناش اصلا. تبعتي داك الشيء اللي تكتب؟ شنو اللي كيقول لك الام ديالو، اللي كيقول لك. وانا الصباح عيطت لواحد الباج صيفطوها لي لقيتها في الانترنت، وغادي نذكر الاسم ديالها ومازال غادي نتابعهم. شوف تيزي لانهم قالوا شي هضره اللي ما كايناش، انهم قتلوا لي الوالده ديالي بانها ماتت بسكته قلبيه، وانني سميتي اسامه وانا ما سميتيش اسامه، وقالوا انني داير علاقه مع شخص بن دباب في واحد الحي الساد. هاد الهضره ما كايناش كلها وما كايناش هاد الهضره، وبزاف د الحوايج قالوهم ما كاينينش. شنو الحوايج اللي مسوك بزاف وضروك بزاف في هاد الاشاعات اللي تلات الاعتداء عليك؟ عيطوا بزاف بانه مثلي جنسي. واش مثلي جنسي ما يعيش في هذه البلاد؟ وما كاينش غير انا ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، كاين بالالاف. طيب هاد الشهر ديال رمضان يعني، ودابا سمح لي السي اديب غادي نقطع حيت ما بقيتش قادر نزيد نهضر. طيب حتى انا كنشكرك لان ما بقيتش قادر انا نسمع هذا المشكل ديالك وهاد الاعتداءات اللي وقعت عليك، يعني صراحه الله يحسن عوانهم. اللي بغيت نقول بانه في هذا الشهر ديال رمضان ما بغيناش هذا الشيء يوقع، ولكن مع الاسف هذا الاعتداء ملي كتشوفوا مرات ومرات بالفيديو وكتشوفوا على اليوتيوب تبان لك بشكل صارخ بان العنف في المجتمع ديالنا دفين، ويحتاج فقط لأول شرارة لتشتعل
يعني هاد النار ديال العنف في المجتمع. انا لا اهول بالمناسبه، انه اللي شاف الناس كيفاش كيضربوا وشافوا السيد طايح وفي ديك الحاله انا اتعجب واستغرب صراحه. على العموم كان هذا تصريح حصري ولقاء حصري مع المثلي ديال فاس اللي تم الاعتداء عليه. تصريح مطول شرح فيه كيفاش ولا هو مثلي، شرح فيه كيفاش بحث عن العلاج وما لقاش، شرح فيه واحد مجموعه ديال الامور ووضحها للرأي العام في برنامج بصراحه الأقرب إلى قلبك. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي في الحلقة القادمة من برنامج بصراحة، إلى اللقاء. بصراحة مع أجيب سليكي.